بص قول لي انت. اه جاهزه يا حاجه؟ ترنجة. بسم الله الرحمن الرحيم. اصدقائي متابعي الكره مع عادل على اليوتيوب، اهلا وسهلا بحضراتكم. بعد انتهاء مباراه اهلي ابو خشبه وفريق الترجي بالتعادل 1-1، نلتقي مع نجم من نجوم المباراه كابتن حسن عاطف، وانطباعه عن المباراه ايه؟ الحمد لله التعادل كويس، لينا فرصه ان شاء الله الماتش النهارده كان صعب شويه، بنلعب مجموعه شباب يعني مستواهم كويس ورجلهم في الملعب، وان شاء الله قادرين على تصحيح الاخطاء ونتاهل ان شاء الله. طب حضرتك الفريق ما كانش ظاهر بالمستوى اللي احنا توقعناه عن فريق اهلي ابو خشبه. ايه استعدادكم للمباراه القادمه؟ ان شاء الله هنستعد كويس باذن الله. احنا اللعيبه كانت مجهده بسبب الماتش اللي فات بعد فتره غياب عدم لعب. خد يا عبده. هنستعد كويس الماتش الجاي وباذن الله هنتاهل باذن الله. طب انطباعك عن تنظيم الدوره والتحكيم؟ دوره مميزه، نشكر اللجنه المنظمه بقياده احمد عبد المقصود، تنظيم الدوره، تجميع الشباب، يعني فرصه كويسه ان الشباب تتجمع. كابتن صابر احنا على الهوا يا كابتن صابر، احنا على الهوا. تجمع كويس للشباب ان هم يساعدوا اللياقه البدنيه بتاعتهم في دورات زي دي، وحاجه كويسه من اللجنه المنظمه، وبنتمنى من اللجنه المنظمه اختيار حكام كفء في الفتره القادمه لتلاشي الاخطاء اللي بيقعوا فيها، والناس كلها في بعض الفرق بتشتكي من اخطاء الفرق فيها، وان شاء الله الفتره الجايه يتلاشوا الاخطاء دي ان شاء الله. كابتن حسن، في نهايه لقائنا مع حضرتك بشكر حضرتك وان شاء الله بالتوفيق في المباراه القادمه. شكرا استاذ عادل، وشكرا على تغطيتك المميزه على قناه عادل على اليوتيوب، وطالب الناس كلها اللي تتابعت القناه ان شاء الله وحظها اوفر ان شاء الله. بشكر حضرتك وبالتوفيق ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، استمرارا لتغطيتنا لمباريات اليوم، يسعدنا نلتقي مع المدير الفني لمنتخب ابو خشبه كابتن نصر الفيومي للحديث عن مباراه الامس لمنتخب ابو خشبه. حضرتك كلمنا امبارح كانت المباراه ما بين منتخب ابو خشبه ومين؟ وفريق ملوك رشيد. فريق رشيد هو فريق كويس ممتاز، والحمد لله الماتش كنا متاخرين ب 2-0، رجعنا وتعادلنا، والماتش كان بضربات الترجيح للاسف ليهم، بس احنا عملنا تظلم النهارده لان احنا كان لينا ان احنا نصعدوا بدلهم. اخر ركله كانت جت في العارضه احنا سجلنا، فبالتالي هم خدوا الماتش بالتحكيم وخدوا تظلم التظلم ان شاء الله هيردوا عليهم في 24 ساعه. اما اذا احنا نصعد دور الثمانيه او اعاده الانتهاء او المباراه. على العموم احنا نتمنى ان كل واحد ياخد حقه، لو لينا حق في التظلم ده ناخده، مالناش حق مش عايزينه، لان احنا عايزين نصعد بمجهودنا مش بمجهود اي حد. انا عايز اخد راي حضرتك بما انك متابع لدوره ابو خشبه الرمضانيه، ايه رايك في تنظيم الدوره؟ لا انا كنت يعني ان شاء الله دي مرحله جديده لبلدنا ان شاء الله، ونعمل ملعب جديده ونظبط الدنيا ونطلع في شباب عندنا في البلديه فيها مواهب كبيره. طيب، في سلبيات للتحكيم والناس كلها بتتكلم ان التحكيم مش مرتبط بمتابعه المباريات، ايه راي حضرتك في التحكيم هنا وتحكيم الدوره اللي انت بتلعب فيها؟ والله تحكيم كويس، مش حاسس هناك في تقنيه فار بس انا احمد علي احنا نتواصل بيها في اثناء الماتش، بس بعد ما شفنا الفيديو تواصلنا بيها والناس رفضت الطلب بتاعنا، وان شاء الله يردوا علينا ويدينا حقنا. تمام. في نهايه لقائنا بشكر كابتن نصر الفيومي المدير الفني لمنتخب ابو خشبه. نتواصل مع حضراتكم مع قناه عادل على اليوتيوب الكره مع عادل، ولقاء حصري مع كابتن سلام العوادلي نجم فريق الترجي بعد انتهاء المباراه مع اهلي ابو خشبه 1-1. كابتن سلام، تعليقك على الماتش ايه؟ لا احنا كنا ماشيين كويس وكان الماتش ماشي كويس، بس جت كرة في الاخر، الكرة مش ضربة جزاء والحكم حسبها ضربة جزاء والماتش خلص. بس انا ليه شايفك عصبي طول المباراه؟ انا متابعك من اول المباراه عصبي، انا لسه عارف اسم حضرتك دلوقتي، بس انا متابعك طول الماتش عصبي، ليه عصبي؟ بوجه اللاعيبه
الماتش. مع انا شايف ان انتوا اديتوا اداء فوق الممتاز ماشي، بس العصبيه الزايده بتاعتكم النهارده هي اللي ضيعت منكم الفوز. هو حسب التوفيق من ربنا، بس احنا كنا يعني انا بحفز اللعيبه بتاعتي قدام خلاص. بس طب ليه ما التزمتش بقرار الحكم ان هو حسبها ضربه جزاء وحامل الرايه بيأيد ان هي ضربه جزاء؟ انت كنت شايف ايه غير ان الحكم؟ والمفروض احنا بنمشي ورا الحكم وحامل الرايه. تمام، بس يعني الكوره مش ضربه جزاء وانا اللي كنت مشترك في الكوره. ويسال الناس الكبيره اللي كانت واقفه بره، الكوره مش ضربه جزاء. طيب ما قدمتش مش هتقدموا اي طلب للجنه المنظمه؟ المشكله في خطوط الملعب، لو خطوط منطقه الجزاء باينه كان قدرنا نحدده هي بره ولا جوه. ماشي، بس دي مش عيب مني انا، عيب من اللجنه المنظمه، وانا ان شاء الله هعمل تصاريح من الماتش بتاعي. طيب في مدير فني للفريق عندكم؟ انا كابتن الفريق. كابتن الفريق، مفيش اي مدير فني هو بيوجهكم؟ انت داخلي في صلاح هو المدير الفني. طب خلاص، يبقى التظلم هيتقدم باسم المدير الفني واللعيبه تمضي على الحاجه دي، والمفروض يرد عليك التظلم بتاعك قبل المباراه الجايه. ان شاء الله. ان شاء الله هنعملوها الليله دي يا كابتن. نشوف الدنيا هيحصل فيها، هنعمل تظلم ونبعته لاحمد عبد المنصور نشوف. خلاص تمام. انا في نهايه اللقاء بتمنى التوفيق لكم في المباراه الجايه ان شاء الله، ويتكلم مفهومكم ان شاء الله بالصعود بامر ربنا. ان شاء الله. ماشي.